السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم مختلف شوية. النهاردة السوق بتاعنا، رحت السوق ورجعت جبت طلعت الحاجات على الحوض زي ما انتوا شايفين كده. انا دايما احب اعين حاجاتي نظيفة ومغسولة. هبدأ بقى اروق الحوض الاول. الكوبايات بتاعت الشاي هغسل الحوض نفسه عشان افضي الحاجات في قلب الحوض واغسلها. هقول لكم على الاسعار واحنا شغالين زي ما احنا كده. في حاجات اسعارها حلوة ومرتاحة، ممكن تزودي الكمية بتاعتها. الأيام دي مفيش فيها تخزين، لكن ممكن لو حاجة زيادة عندك تحافظي عليها. هنشوف مع بعض وهقول لكم دلوقتي أنا عملت إيه. ده برتقان. أنا جبت كيسين برتقان. طبعا البرتقان دلوقتي أرخص فاكهة في السوق. ممكن اللي يفيض عندك أو اللي زيادة عندك هتعينيه تعمليه عصير، أو هتعينيه في الفريزر وتجمديه. الخضار بقى هنتكلم عليه. الفلفل ده انا جبت الكيلو ب10 جنيه، جبت نص كيلو. ولقيت حد تاني بيبيع الكيلو ب5 جنيه، جبت كيلو. الفلفل الزيادة عندي انا بمسكه اقطعه واحطه في الكبة واضربه مع شوية توم وملح، واحطه في علبة واحطه في الفريزر. ده بينفعني في اي وقت لو انا مزنوقة وما عنديش فلفل، او لو ما رحتش السوق، او لاي ظروف، او انت مستعجلة. بينفع كتير، بينفع كتير. بتحطي منه في السمك، بتحطي منه في اي طبخة بتعمليها انت محتاجة فيها الفلفل والثوم على بعض. نبدأ بقى نغسل. ادي الفلفل بتاعنا ده كله على بعضه، الفلفل ابو 5 والفلفل ابو 10. انا بحب اغسل حاجاتي واحطها تتصفى كده على الحوض، وبعدين انا احطها في اطباق الخضار وارصها في التلاجة. تفضل معايا اكتر من الاسبوع. حلو، يعني لغاية اخر الاسبوع كأنك لسه جايباها النهاردة. الخيار الكيلو ب10 جنيه. الكوسة الكيلو ونص ب10 جنيه. الكيلو ده ب5 جنيه، ده كيلو ب5 جنيه. البرنجان برضو الكيلو ب5 جنيه. غسلنا الخضار. انا حاطه الفاكهة الناحية التانية علشان لما اخلص الخضار نجيب الفاكهة. الليمون الكيلو ب20 جنيه، انا جايبة ربع كيلو ب5 جنيه. البرتقال زي ما قلنا هو ارخص فاكهة في السوق. البرتقال كيلو ونص ب10 جنيه. هبدأ بقى اغسل الفاكهة كمان. الموز الكيلو ب10 جنيه. انا عندي موز، ما جبتش موز كتير. الجوافة الكيلو ب15 جنيه. والخوخ الكيلو ب20 جنيه. كيلو خوخ وكيلو جوافة وانتهى الموضوع. الطماطم بقى الكيلو ونص ب10 جنيه. طبعا انا بجيب الكميات اللي تكفيني الاسبوع. فضيت الطماطم في الحوض وغسلت الناحية التانية من الحوض، وبدأت اطلع عليها الطماطم. هتشوفوا بقى وانا بعين الخضار. الطماطم دي لو في حاجة طرية بخليها على جنب وخليها على الوش عشان ما تبوظش. استعملها الاول. الفراولة بقى ليها غسيل مخصوص. الفراولة طبعا بيبقى فيها رمل، عايزة تغسل غسيل محترم. هنفتح المية كده ونغسلها كويس. بعدين نجيب الطبق زي ما انتوا شفتوا كده، نحط فيه الفراولة ونحطها تحت الحوض، نغطسها في المية مرتين 3 ونطلعها، نصفي المية ونحط مية تاني. وبعدين بقى هننقلها في الطبق بتاع الخضار ده اللي هو زي المصفى كده. هنرجع نحطها تاني، هنكب المية دي ونحط مية نضيفة ونحطها تاني في المية. نعومها كده في المية ونقلبها كتير عشان لو فيها اي رملية تنزل في المية. كده تبقي مطمنة ان الفراولة مغسولة حلوة، ما فيش فيها رمل ولا فيها اي حاجة. الفراولة الكيلو ونص ب20. طبعا الكيلو ونص ب20. مش هناكل الفراولة دي كلها. هتمسكي الفراولة دي نقطعها كده ونحطها في الفريزر. الخضرة طبعا جرجير 3 ربطات او 3 حزمات ب5 جنيه. انا بحب برضو اقطع الروز بتاعت الخضار ده كله وانضفه واغسله غسيل حلو، بتبقى عندي نضيفة برضو بتكفيني طول الاسبوع. وربطة شبت وكزبرة بحبها دايما في السلطة. ما بستغناش عنها يعني دايما في السلطة. ولو مش محتاجاها او ما عوزتهاش، اللي بيفيض عندي او اللي بيبقى زيادة عن حاجتي بقطعه واحطه ينشف واروح حاطه في كيس في الفريزر.
اي وقت بتعوزيه بتلاقيه. حطيت على غسلت غسلت الجرجير وحطيته في ميه تاني، وحطيت عليه شويه خل وسبته على ما اعين الخضار بقى. جبت الاطباق اللي هعين فيها الخضار وبدات احط الاصناف مع بعضها، او الحاجات زي ما بعينها، يعني زي ما انا متعوده اعينها. حطيت عندي الفاكهه وبدات اشيل في الخضار اهو. الجزر ده كان عندي من الاسبوع اللي فات، والبنجر. حط الكوسه ومعاها شويه الفلفل الباقيين دول. خلي بالكوا انا هاخد الفلفل ده كله الزياده، هسيب حاجه كده نص كيلو بس، واخد الباقي اعمله زي ما قلت لكم. شوفوا انا بعين الطماطم اللي انا ماسكاها في ايديا دي طريه شويه، فلو حطيتها في وسط الطماطم هتبوظ، خليها بره. وعندي طماطم باقيه من الاسبوع اللي فات، جميله زي ما انتم شايفين كانها لسه جايه النهارده. حطها وحط التانية بقى على الوش. وده الخضار غسلناه تاني في المية اللي بالخل. هنفضي المية ونحط مية نظيفة نغسل فيها تاني من المية اللي بالخل، يعني نغسله مكان الخل تاني. وكده نكون خلصنا. لسه بقى معانا ربطة نعناع جايبها انا من السوق، اغسلها برضو غسيل محترم كده وانضفها، احطها في كوباية وشوية مية. اغسلها كده، لو فيها اي ورقة مش عاجباكي، اي حاجة مش حلوة، هتنضفيها وتغسليها غسيل محترم. تجيبي كوباية وتحطيها في شوية مية، برضو تفضل معاكي الأسبوع كله. أنا بحطها كده، وساعات بحط معاها زعتر أخضر، بغسله وأحطه معاها برضو في نفس الكوباية. كده خلاص، هنكمل بقى إن شاء الله فيديو تاني.